خير طلبة وطلبات الصف الثالث الإعدادي، هناخد مع بعضينا درس علاقة أوتار الدائرة بالمركز. ركزوا معايا كده. لو أنا عندي دائرة هنا مركزها م، عايزين نشوف علاقة الأوتار بالمركز. لو أنا رسمت كده وتر وعندي هنا هبدأ أرسم وتر هقرب أكتر للمركز كده، هبدأ أرسم وتر تاني، هبدأ أرسم وتر تاني. ألاحظ حاجة، كل ما أنا بقرب للمركز كل ما طول الوتر بيعمل إيه؟ بيزيد. يبقى في علاقة، العلاقة دي بنسميها علاقة عكسية. عندنا هنا كل ما البعد بيقل، البعد عن المركز، يعني ها البعد هنا عندي البعد عن المركز بيقل كل ما طول الوتر بيزيد. كل ما البعد بيكبر كل ما طول الوتر بيصغر. يبقى علاقة عكسية. يبقى عندي هنا الوتر كل ما بيقرب للمركز كل ما ايه بيزيد لحد ما بيمر بمركز الدائرة. بنسمي الوتر ده أكبر وتر في الدائرة، اللي هو بنسميه إيه يا جماعة؟ القطر. يبقى ده أكبر وتر في الدائرة بنسميه قطر. يبقى إذا في عندنا علاقة، في عندنا علاقة إن الوتر بتاعنا كل ما بيقرب للمركز بتاعنا كل ما طوله بيعمل إيه؟ بيزيد. طيب إحنا هنبدأ ناخد نظرية بقى. طب لو عندي وتر هنا وعندي وتر تاني، الوترين دول قد بعض في الطول. يبقى لو جيت من المركز كده ونزلت عمود، وجيت من المركز ونزلت عمود، هلاقي إن البعد العمودي ده بيساوي البعد العمودي ده. يبقى ما دام الوتر قد الوتر يبقى أكيد بعده عن المركز قد بعده عن المركز. ودي النظرية بتاعتنا اللي إحنا هنشتغل عليها دلوقتي. فإحنا هنشتغل على معلومتين طول الدرس بتاعنا. يبقى إذا ده كده مدخل بس للدرس، اللي هو بنفهم يعني إيه علاقة أوتار الدائرة بالمركز. يبقى الوتر كل ما بيقرب للمركز كل ما طوله بيزيد، كل ما بيبعد عن المركز كل طوله بيقل. طيب دول الجملتين أو دول اللي أنا هشتغل عليهم طول الحصة بتاعتنا. أول حاجة، لو عندي هنا وترين، لو الوترين دول متساويين، الوتر ده بيساوي الوتر ده، يبقى البعد بتاعه بيساوي البعد. بس دايما لما بحكي على بعد بحكي على بعد عمودي. يبقى لما الاقي وتر بيساوي وتر اقول له يبقى م س البعد العمودي بيساوي م ص. يبقى وتر بيساوي وتر يبقى بعد بيساوي بعد. يبقى اذا الاوتار المتساويه تكون على ابعاد متساويه من المركز. طب يبقى الاوتار المتساويه في الطول تكون على ابعاد متساويه من مين؟ المركز. هنا العكس بقى، لو البعد قد البعد، البعد م س قد م ص، يبقى الوتر قد الوتر. إذا كانت الأبعاد متساوية، البعد متساوي، فإن الأوتار تكون متساوية. يبقى إذا عندنا حاجتين مهمين جدا هنشتغل عليهم. إيه الحاجتين دول؟ عندي هنا دائرة وعندي هنا وترين. لو الوتر ده بيساوي الوتر ده يبقى البعد العمودي هنا بيساوي البعد العمودي هنا. يبقى وتر بيساوي وتر يبقى بعد عمودي بيساوي بعد عمودي. العكس، لو البعد قد البعد يبقى الوتر بيساوي الوتر. الكلام دوّة في الدايرة الواحدة أو في الدوائر المتطابقة. يعني لو عندي الدايرة دي والدايرة دي متطابقة، يعني لهم نفس طول أنصاف الأقطار، وجيت هنا قلت إن الوتر ده قد الوتر ده، الدوائر دي دوائر إيه؟ متطابقة، يعني قد بعض. ما دام الوتر ده قد الوتر ده يبقى إذا البعد العمودي اللي هنزله من هنا هيساوي البعد العمودي اللي هنزله من هنا. يبقى ده هيساوي ده. يبقى إذا الأوتار المتساوية في الطول على أبعاد متساوية من المركز. الكلام ده في الدائرة الواحدة أو في الدوائر المتطابقة. يبقى وتر بيساوي وتر، بعد بيساوي بعد. العكس، بعد بيساوي بعد يبقى وتر بيساوي وتر. طيب إحنا كده كل ده اللي هو الدرس بتاعنا. هنبدأ ناخد أمثلة بس ركزوا معايا. بيقول لي هنا البعد لازم يكون بعد إيه؟ عمودي. واحنا عارفين لو قال ينص في الوتر يبقى عمودي. احنا متعودين يا جماعه لو عندي هنا وتر وجيت من المركز نزلت حاجه تنصف تبقى ايه؟ عموديه. حافظينها من اول درس. طيب لو اعطى وترين متساويان، الوتران متساويان يبقى البعد متساوي، والعكس لو البعد متساوي يبقى وتران متساويان. طب لو طلب مني اثبت وتران متساويان لازم نثبت ان البعد متساوي.
يبقى خلاص اللي احنا قلناه وتر بيساوي وتر، بعد بيساوي بعد. طب العكس، بعد عمودي بيساوي بعد عمودي، يبقى وتر بيساوي وتر. طيب قبل ما نبدأ كده هنفتكر حاجة كده مهمة جدا. نفتكر مع بعضينا مثلث اسمه مثلث متساوي الساقين. لو عندي أ ب ج مثلث متساوي الساقين، كنا بنقول إن الساقين بينهم زاوية اسمها زاوية الرأس، أما الزاويتين التانيين دول زاويتين القاعدة بيساووا بعض. يعني لو الزاوية دي ب50 درجة يبقى الزاوية دي ب50 درجة. 50 و50 100 من 180 يبقى دي ب80. طيب العكس بقى، أنا عندي لقيت هنا مديني الزاوية دي ب50 ومديني الزاوية دي ب65 وبيقول لي اثبت إن المثلث ده متساوي الساقين. نجيب الزاوية التالتة، 50 و65 115 من 180 يبقى 65 يبقى دي ب65. في كام زاوية بيساوي بعض؟ 2. الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، يبقى المثلث ده متساوي الساقين. يبقى الضلع اللي قبال الزاوية دي والضلع اللي قبال الزاوية دي بيطابقوا بعض، يبقى المثلث ده متساوي الساقين. يبقى لو في زاويتين بيساوي بعض متساوي الساقين، يبقى لو لقيت عندي مثلث فيه زاويتين بيساوي بعض يبقى المثلث متساوي الساقين. لو عندي هنا مثلث ده متساوي الأضلاع، يعني متساوي الأضلاع كل الأضلاع متساوية، كنا بنقول إن كل الزوايا متطابقة وكل زاوية بكام؟ 60. يبقى دي 60 درجة، دي 60 درجة، دي 60 درجة. يبقى لو المثلث بتاعنا متساوي الأضلاع كل زاوية متساوية وكل زاوية بكام؟ 60. طيب ركزوا معايا كده، هنبدأ أول مثال. يبقى احنا كده ناخد أول مثال. بيقول لي في الشكل المقابل زاوية أ بيساوي 50، أ ب50، زاوية ب ب65. بيقول لي هنا س وص منتصف أ ب وأ ج. اوجد زاوية س م ص. طبعا سؤال اتعودنا عليه سهل جدا. يبقى هو في الأول عايز يجيب الزاوية دي. تمام. بعد كده عايز حاجة تاني، خلينا جزء جزء. أول حاجة عندي هنا أ ب وتر م س ينصف يبقى عمودي. طب هكتب له كده بما أن س منتصف الوتر أ ب. إحنا اتعودنا حاجة جاية من المركز تنصف تبقى عمودية، إذا الميم س عمود على الأ ب. يبقى كده وصلنا إن ده عمودي. طيب عندي زاوية 2 3 موجودين، أجيب الرابعة. هكتب له كده بما أن مجموع قياسات الزوايا الداخلة للرباعي تساوي 360 درجة. إذا قياس س م ص تساوي 360 ناقص نفتح قوس 90 زائد 90 زائد 50 ونبدأ نجمع دول كده هتطلع معانا الزاوية 130 درجة. يبقى جبنا الزاوية دي 130 وده أول مطلوب. كده خلصنا من أول مطلوب. طيب تاني مطلوب عايز يثبت إن م س اللي هو البعد العمودي قد البعد العمودي. إمتى البعدين يساووا بعض؟ لو الوتر قد الوتر. يبقى لازم أثبت أ ب قد أ ج. وتر قد وتر يبقى بعد قد بعد. دي سهلة. زاوية الرأس هنا 50 في المثلث، الزاوية التانية 65، هجيب زاوية ج. عشان أثبت المثلث ده متساوي الساقين يبقى وتر بيساوي وتر يبقى بعد بيساوي بعد. يعني هبدأ أقول له كده أشتغل على المثلث أ ب ج. أقول له هنا قياس زاوية ج، نجيب زاوية ج 180 ناقص عندي هنا الزاوية دي بكام؟ 65 ودي 50 ناقص 50 زائد 65 يبقى 180 ناقص 115 يبقى ب65. يبقى جبنا دي 65. لو بصيت كده أنا عندي مثلث فيه الزاوية دي تساوي دي يبقى ده متساوي الساقين. أكتب له كده أكمل بما أن قياس زاوية ب يساوي قياس زاوية ج. بقول له عندي هنا زاويتين القاعدة بيساوي بعض، إذا أ ب بيساوي أ ج. قلت له ما دام عندي هنا زاوية بتساوي زاوية يبقى المثلث متساوي الساقين. طب ما أ ب وأ ج وترين بيساوي بعض، ما دام وتر بيساوي وتر يبقى بعد عمودي بيساوي بعد عمودي، يبقى م س بيساوي م ص. وخلص السؤال على كده، سهل مش صعب. طيب ناخد سؤال تاني قريب له. طيب ركزوا معايا نقرا وعلى مهلنا. بيقول لي في الشكل المقابل د منتصف أ ب، د في نص الأ ب نفس الكلام، وميم ه عمود على أ ج، ميم ه عمود على أ ج. تمام. وميم د البعد ده بيساوي البعد ده،
وزاوية باء ب65 عايز زاوية أ. ده سؤال سهل جدا عكس اللي احنا قلناه من شوية. أول حاجة هنشتغل جزء جزء. أنا عندي هنا يا جماعة م د ينصف يبقى إيه؟ عمودي، يبقى ده عمودي هنكتبها أهو. بما أن أنا بكتب عشان نتعود نكتب في البرهان بعد كده. بما أن د منتصف الوتر أ باء، كتبنا د منتصف الوتر أ باء، إذا الميم د ده عمودي على الأ باء. حلو أوي. طب ليه بتقول كده؟ عشان هقول دلوقتي البعد العمودي بيساوي البعد العمودي، يبقى لازم اتاكد ان ده عمودي وده عمودي، لان مش اي بعد. احنا قلنا بعد عمودي بيساوي بعد عمودي يبقى وتر بيساوي وتر. دلوقتي م ده العمودي م عمودي هقول له كده بما ان م د بيساوي م ه. ايه م د؟ بعد، لا بعد عمودي بيساوي بعد عمودي، اذا الوتر بيساوي الوتر، يبقى ا باء بيساوي ا ج، يبقى الوتر ا باء بيساوي ا ج. ده كده يا استاذ المثلث بتاعنا متساوي الساقين. ما دام ا باء بيساوي ا ج، اذا قياس زاويه القاعده باء بتساوي قياس زاويه القاعده ج. مش ده متساوي الساقين؟ يبقى باء قد ج، يبقى دي 65. طب ما مجموع قياسات المثلث 180 اجيب ا، اقول له كده بما ان مجموع قياسات الزوايا الداخله للمثلث 180 درجه، يبقى قياس زاويه ا بيساوي 180 ناقص 65 زائد 65. جمعت دول وهطرحهم من 180 هيديني 180 ناقص 130 يبقى بيساوي 50 درجة، وخلص السؤال على كده. طيب ناخد سؤال تاني نفس الفكرة، بعد كده ننقل على فكرة تاني. طيب بيقول لي في الشكل المقابل أ باء ج مثلث، أ باء ج مثلث مرسوم داخل دائرة، مثلث مرسوم داخل دائرة، د منتصف الأ باء، د في نص الألف باء، يبقى م د ما دام تنصف يبقى عمودية. خلاص مش هكتبها، خلاص انتوا بكتبوها فهمناها، حاجة جاية من المركز تنصف عمودية. بيقول لي هنا فإذا كان م د بيساوي م ه، هو بيقول لي إن البعد العمودي ده بيساوي البعد العمودي ده. طب والزاوية دي ب 120، اثبت إن المثلث أ باء ج إن هو مثلث متساوي الأضلاع. عشان أثبت متساوي الأضلاع لازم أثبت إن كل الزوايا بكام عندي يا جماعة؟ ب60. طيب أو أثبت مثلث متساوي الساقين في زاوية واحدة 60، كده أو كده. هنشوف موضوع سهل. بص هنتعامل إزاي. أول حاجة عندي هنا م د ينصف يبقى عمودي، مش هكتبها خلاص. م ه عمودي هو مديها لي. طب 90 وادي 90 وادي 120، أجيب الزاوية دي بسهولة. يبقى أقول له كده قياس زاوية أ بيساوي 360 ناقص 90 زائد 90 زائد 120، يبقى 360 ناقص نجمع دول هيبقى 300، يبقى زاوية أ ب60. تمام. دي أول حاجة. هو مديني م د قد م ه، فين دي؟ أهو هو مديها لي م د قد بعد عمودي قد بعد عمودي. هقول له بما أن م د بيساوي م ه، ما دام البعد العمودي قد البعد العمودي يبقى وتر بيساوي وتر، يبقى أ باء بيساوي أ ج، أ باء بيساوي أ ج. ممكن ما أكملش، بس لو أنا حبيت أكمل ده كده متساوي الساقين، يبقى الزاوية دي بتساوي الزاوية دي. إحنا جبنا دي بكام؟ 60. لو أنا هكمل أقول له يبقى قياس زاوية باء بيساوي قياس زاوية ج بيساوي 180 ناقص الرأس بكام؟ 60، واللي يطلع نقسمه على الاتنين، يبقى 120 على الاتنين يبقى 60. كده دي 60 ودي 60 ودي 60. أقول له بما أن قياس أ يساوي قياس باء يساوي قياس ج يساوي 60، يبقى المثلث أ باء ج متساوي الأضلاع. طيب ممكن خلاص احنا فهمنا أول حاجة تاني. ممكن أكتب بدل الجزء ده كله أقول له بما أن أ باء بيساوي أ ج، يعني عندي أ باء وأ ج مثلث متساوي الساقين، وزاوية أ تساوي 60. متساوي الساقين في زاوية ب60، إذا المثلث أ باء ج من غير ما أتعب نفسي متساوي الأضلاع. أي مثلث متساوي الساقين في زاوية 60 متساوي الأضلاع. طيب ندخل على فكرة تاني، ركزوا معايا. لو أنا عندي هنا عندي معادلتين، أ تساوي باء وس تساوي ص، دول بيساوي بعض دول بيساوي بعض. طيب لو أنا أ طرحت منها س وباء
طرحت منها صاد، هل اللي هيطلع متساوي؟ القيمتين دول قد بعض. لو انا شلت من هنا 5 اشيل من هنا 5 هحافظ على التساوي، ضفت هنا 5 ضفت هنا 5 هحافظ على التساوي. طب س بتساوي ايه؟ صاد. لو انا طرحت من هنا س وطرحت من هنا صاد، انا طرحت حاجات ايه يا جماعه؟ متساويه، طرحت س وطرحت صاد، يبقى الناتج برضه هيبقى ايه؟ متساوي. يبقى عشان احصل على نواتج متساويه اطرح قيم ايه؟ متساويه. يبقى ا اشيل منها س، باء اشيل منها صاد، اللي باقي من هنا واللي باقي من هنا يبقى برضه ايه؟ متساوي. مركزين؟ ركزوا معايا كده، ناخد امثله على الفكره دي. نقرا كده، بيقول لي هنا ا باء والف ج وتران متساويان، مدينه وتران متساويان. طيب في الطول س منتصف ا باء، س في نص الالف باء، خلاص احنا عرفنا حاجه جايه من المركز تنصف عموديا. طب نكتبها في الاجابه؟ لازم نكتبها في الاجابه، بس انا عشان ننجز ونحل امثله كتير. يبقى م س ينصف يبقى عمودي، وقال لي م ص عمودي، هو اللي بيديها لي عمودي، كويس خالص. اثبت إن زاوية م س ص، نمشي مع الحروف، م س ص الزاوية الصغيرة دي بتساوي م ص س، م ص س الصغيرة دي. يعني عايز اثبت س وص اللي جوه المثلث الصغير ان هما بيساووا بعض. طبعا ده سؤال سهل، والسؤال التاني هنشوف، بس نمشي جزئية جزئية. أول حاجة يا جماعة هقولها كده على الرسم، مش الوتر قد الوتر ولا قال لي أهو؟ ما دام الوتر قد الوتر يبقى على طول البعد العمودي م س قد م ص، يبقى المثلث الصغير متساوي الساقين، يبقى دول قد بعض، خلصت. هنكتب كده، بما أن الوتر أ باء بيساوي الوتر أ ج، إذا الميم س البعد العمودي بيساوي الميم ص، يبقى إذا المثلث م س ص ده متساوي الساقين. ما دام متساوي الساقين زاويتين القاعدة بيساوي بعض، يبقى الزاوية الأولى بتساوي التانية. الزاوية الأولى اسمها س، أقولها بثلاث حروف، م س ص، يبقى م س ص. ما ننساش رمز الزاوية، نعمله هنا أو نعمله قبل الزاوية، ماشي. بتساوي ص اللي هي م ص س، م ص س، خلصت على كده. ده المطلوب الأول. المطلوب التاني مهم جدا وبيتكرر كتير في الامتحانات، ركزوا معايا عشان نفهم. عايز يثبت إن س د، س د الجزء الصغير ده، س د دي الجزء دي الحتة دي تساوي ص ه الحتة دي. طيب ده سؤال سهل جدا، ركزوا هنحله ازاي. أول حاجة إحنا الوتر قد الوتر، وصلنا إن الجزء ده يساوي الجزء ده، البعد قد البعد. يعني م س بيساوي م ص، لسه قايلينها. طيب طب ما م د بيساوي م ه، م د ده عبارة عن إيه؟ نصف قطر، وم ه نصف قطر. يبقى أقول له كده، بما أن م س بيساوي م ص، ده رقم واحد اللي هو وتر قد وتر، بعد قد بعد. وكمان م د، م د بيساوي م ه، ده رقم اتنين. طب لو أنا نق ده ونق ده شلت حتت متساوية، الباقي هيبقى إيه؟ متساوي. طب أكتبها إزاي؟ أقول له بطرح الجزء الصغير من الكبير، واحد اللي هو القطعة الصغيرة دي من اتنين اللي هو أنصاف الأقطار. طب يعني أقول له كده م د هشيل منه م س، يبقى م د هشيل منه م س، وم ه هشيل منه م ص. ألاحظ أن دول أنصاف أقطار، شلت منهم حتت إيه؟ متساوية، يبقى اللي باقي متساوي. يبقى م د نق أشيل منه م س، يتبقى س د. وميم هاء نق أشيل منه ميم صاد، يتبقى صاد هاء. وده اللي إحنا عايزينه، وخلصت على كده. هنكررها تاني في مثال تاني عشان نفهمها أكتر. طيب ركزوا معايا. بيقول لي هنا إيه؟ في الشكل المقابل دائرة مركزها م، أ باء وج د وتران متساويان، أ باء وج د وتران بيساوي بعض. طيب قياس زاوية س م ص، س م ص ب 130، الزاوية دي 130، وس وص منتصف أ باء وأ ج. طيب خلاص إحنا عرفنا المنتصف عشان ما أكتبش كتير. م س تنصف يبقى عمودي، م ص تنصف يبقى عمودي، تمام. عايز أجيب قياس زاوية م س ص، م س ص نفس المثال اللي فات بالظبط، مديني معلومة مهمة جدا. هقول له بما أن الوتر أ باء بيساوي الوتر أ ج،
إذا البعد العمودي م س بيساوي البعد العمودي م ص، م س بيساوي م ص. طيب تمام، يبقى المثلث ده متساوي ساقين، يبقى زاوية القاعدة الأولى تساوي زاوية القاعدة الثانية س اللي هي م س ص، وهنا ص اللي هي م ص س، تساوي 180. أشيل منها الرأس اللي هي 130 واللي يطلع نقسم على الاتنين، يبقى 50 على الاتنين يبقى 25، يبقى 25. فهمنا حلناها ازاي؟ طيب ناخد مثال تاني. يبقى احنا شغالين على معلومتين، وتر بيساوي وتر، بعد بيساوي بعد، بعد بيساوي بعد، يبقى وتر بيساوي وتر، بس لازم البعد يبقى بعد ايه؟ عمودي. طيب بيقول لي هنا أ ب وج د برضه وتران متساويان، وم س عمودي وم ص عمودي. طيب عايز يثبت إن ه س الجزء الصغير ده بيساوي الصاد واو، لسه حالين زيها. طيب هنحلها برضه عشان نفهم. أول معلومة الوتر ده بيساوي الوتر ده هو اللي قال لي متساويان أهو، بما أن أ ب بيساوي ج د، أ ب بيساوي ج د، يبقى إذا بعد بيساوي بعد، يبقى م س البعد العمودي بيساوي البعد العمودي، وهسمي ده رقم واحد. يبقى الجزء ده قد ده. طب ما م ه قد م واو حفظناها، هقول له بما أن م ه بيساوي م واو، إيه ده؟ اللي هو نق. نق بيساوي نق، أقول له بطرح الجزء الصغير من الكبير، بطرح واحد من اتنين. م ه هشيل منها م س، م ه هشيل منها م س، يبقى م ه ناقص م س. هو م واو هشيل منها م ص، م واو أشيل منها م ص، م ص. طب يبقى إذا عند أنصاف الأقطار شلت منها حتة متساوية، يبقى اللي بقى متساوي يبقى م ه ناقص الجزء ده يديني ه س، وميم واو أشيل منها م ص يتبقى ص واو، وده اللي إحنا عايزينه، وخلص السؤال على كده. فهمنا اتعملنا إزاي؟ ناخد مثال تاني. ركزوا معايا، نفس السؤال بس بالعكس، يعني بصيغة تاني. نقرا السؤال. أ ب وأ ج سوري أ ب وج د وتران م س م س عمود على الألف م س ده عمودي، وم ص ده عمودي، ومديني القطعة دي بتساوي القطعة دي، العكس بقى، كان بيقول لي اثبت دي بتساوي دي. طيب اثبت إن الوتران متساويان، إمتى وتر يساوي وتر؟ لو البعد قد البعد، يبقى لازم أثبت م س قد م ص. طب ما دي سهلة بسهلة، سهلة إزاي؟ أدي هنبدأ الحل بتاعنا. أنا عندي يا أستاذ هنا م واو بيساوي م ه، ده أنصاف أقطار، م واو بيساوي م ه، كل ده عبارة عن أنصاف أقطار. تمام، يبقى إذا ده بيساوي ده، وس واو بيساوي ص ه، ده عبارة عن إيه؟ معطى هو مديهلي، يبقى نق بيساوي نق، والقطعة دي متساوية. طب لو أنا من أنصاف الأقطار شلت القطعة دي، مش الجزء اللي بقى يبقى متساوي؟ أيوه، يبقى عندي ده أنصاف أقطار، هشيل حتت مالها متساوية، يبقى ده متساوي، يبقى أقول له كده بطرح المعادلة 2 من المعادلة 1، يعني م واو اللي هو نق هشيل منه س واو، وم ه هشيل منها ص ه، يبقى نق الأول هشيل منه القطعة دي، ونق التاني هشيل القطعة دي، يبقى أنا شلت قطعة إيه؟ متساوية، يبقى الباقي متساوي. م واو يا ما أشيل السين واو يتبقى م س، بيساوي أشيل من القطعة دي أشيل القطعة دي يتبقى م ص. طب ما أنا عندي هنا م س بيساوي م ص، بعد بيساوي بعد، بعد عمودي بيساوي بعد عمودي، إذا وتر بيساوي وتر، يبقى أ ب بيساوي أ ج. سؤال مهم جدا وسهل. أ ب بيساوي الوتر التاني، أو معقول أقول أ ب بيساوي الوتر التاني اللي هو ج د مش أ ج. ماشي، فهمنا عملنا إيه؟ طيب ناخد مثال تاني. ألاحظ إحنا شغالين على نفس الفكرة، مثالين كده 3 وندخل على فكرة تاني. طيب بيقول لي في الشكل المقابل أ ب ج مثلث مرسوم داخل دائرة، تمام، زاوية ب بيساوي زاوية ج، مثلث فيه زاويتين بيساوي بعض، مهمة، يبقى المثلث بتاعنا متساوي الساقين. م س عمودي، م س عمودي، وم ص عمودي، م ص عمودي، اثبت إن القطعة دي بتساوي القطعة دي، خلاص زهقنا منها. طيب هنحلها، أقولها بس على الرسم الأول بسرعة بعد كده نكتب. ده متساوي الساقين، يبقى الوتر بيساوي الوتر، تمام، ما دام وتر بيساوي وتر يبقى بعد بيساوي بعد،
نق اشيل منه دي ونق اشيل منه دي، الباقي قد الباقي، خلصت. اقول له كده بما ان قياس زاويه باء يساوي قياس زاويه ج، اذا ا باء بيساوي ا ج، زاويتين القاعده بيساوي بعض، يبقى ده متساوي الساقين. طيب ما دام الوتر بيساوي الوتر يبقى البعد بيساوي البعد، يبقى م س بيساوي م ص، واسمي دي رقم واحد. وعندي معلومه تاني، م س بيساوي م ص. طب ما م د بيساوي م ه، م د بيساوي م ه، ده ايه ده؟ عباره عن نصف القطر. هقول له بطرح الجزء الاول المعادله الاولى من الثاني، يبقى م د، م د اشيل منه م س، وكمان م ه هشيل منه م ص. م د ناقص م س يديني س د، وم ه اشيل منه م ص يديني الص ه، ويبقى خلصت على كده. فهمنا اتعملنا ازاي؟ طيب ده لسه حلين زييه، فممكن هي تحل بنفسك بس هقولها بسرعه. وتران هنا متساويان. طيب كمان بيقول لي ان الصاد تنصف يبقى عمودي، والسين تنصف يبقى عمودي. عايزين نجيب الزاويه دي، ده شكل رباعي نجيب الزاويه دي بسهوله. طب عايز اثبت القطعه دي تساوي دي، طب ما انا عندي وتر بيساوي وتر، يبقى البعد بيساوي البعد. تمام، البعد بيساوي البعد، نق ونق واشيل القطعه دي، يبقى القطعه دي مالها متساويه. خلاص فهمناها. طيب ركزوا معايا كده، عندي هنا بيقول لي أ باء وأ ج وتران متساويان، أ باء وأ ج وتران متساويان، س منتصف أ ج، س في نص الألف ج. طيب اثبت إن ن س بيساوي ن ص، عايز اثبت إن البعد العمودي قد البعد العمودي. طب ما هنا دي محلولة. طيب ركزوا معايا نمشي جزء جزء عشان هنركز على جملة مهمة. أول حاجة هنا أ ج وتر وم س ينصف يبقى عمودي، هكتبها أهو بما أن س منتصف أ ج، وأ ج ده اسمه وتر، إذا النون س عمودي على الألف ج، يبقى إذا أول حاجة جبنا الزاوية دي ب90 عمودي أهو. طيب أنا عندي الوتر ده، هل النون صاد عمودي؟ معرفش، لأن إحنا قلنا وتر بيساوي وتر، يبقى البعد العمودي بيساوي البعد العمودي. هل ده البعد العمودي؟ مش عارف. بس الدايرتين دول متقاطعتين، م ن ده اسمه خط الإيه؟ المركزين. بيعمل إيه الوتر المشترك؟ عمودي ينصف، يبقى عمودي. هكتبها أهو بما أن م ن خط المركزين، وأ باء ده وتر مشترك، إذا م ن عمود على الأ باء، يبقى م ن عمودي، يبقى زاوية بكام؟ 90. طيب دلوقتي خلصت في الدائرة ن، في الدائرة اللي اسمها ن، هقول له بما أن الألف باء ده وتر بيساوي الألف ج وتر، إذا البعد العمودي ميم برضه ن س بيساوي البعد العمودي ن ص، يبقى أثبتت إن ن ص قد ن س. بس لازم 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 أتأكد إن ده عمودي، أتأكد إن ده عمودي، يعني وتر بيساوي وتر يبقى بعد عمودي قد بعد عمودي، يبقى لازم أثبت الأول إن ده عمودي. وتر بيساوي وتر، مش بعد بيساوي بعد، بعد عمودي بيساوي بعد عمودي. طيب هنراجع حاجة كده بعد كده ندخل على مسائل تاني. أراجع حاجة بسيطة كده، عايز أفتكر التطابق. لو عندي هنا الضلع ده بيساوي الضلع ده، والضلع ده بيساوي الضلع ده، والضلع التالت بيساوي الضلع التالت، بقول على المثلثين دول متطابقين قد بعض بالظبط. والتطابق بيساعدني أستنتج كل زاوية بتساوي نظيرتها وكل ضلع بيساوي نظيره. يبقى لو لقيت 3 أضلاع بيساوي 3 أضلاع مثلثين متطابقين. طب شوف كده، لو الضلع ده بيساوي ده، والضلع ده بيساوي ده، والزاوية المحصورة بينهما بتساوي الزاوية المحصورة بينهما، يبقى دول متطابقين. يبقى لو لقيت ضلعين بس الزاوية المحصورة بتساوي الزاوية المحصورة يبقى متطابقين. طيب ركزوا معايا، لو لقيت هنا ضلع واحد بيساوي ضلع واحد، والزاوية دي تساوي الزاوية دي،
والزاوية دي تساوي الزاوية دي. يبقى كام زاوية كده عندي؟ زاويتين بيساوي زاويتين، والضلع الواصل بيساوي الضلع الواصل بينهم. فلو زاويتين بيساوي زاويتين والضلع الواصل بيساوي الضلع الواصل يبقى متطابقين. يبقى في الأول 3 أضلاع بيساوي 3 أضلاع، ما لقيتش يبقى ضلعين وزاوية محصورة بيساوي ضلعين وزاوية محصورة، ما لقيتش يبقى زاويتين وضلع واصل بينهما بيساوي زاويتين وضلع واصل بينهما. خلي بالكم عندنا معلومة قديمة كنا بنقول الزاوية دي تساوي دي ودي تساوي دي، أكيد التالتة قد التالتة من غير ما أثبت، لأن مجموع قياسات المثلث 180. يعني مثلا دي 50 ودي 50 دي 60 ودي 60 زاويتين أهو، يعني مجمع دول 110 180 يبقى دي 70 ودي هتبقى 70. يبقى لو في مثلث فيه زاويتين بيساوي زاويتين التالتة بتساوي التالتة. طيب يبقى أثبتت التطابق بكام ضلع؟ 3 أو ضلعين وزاوية محصورة أو ضلع واحد بس زاويتين وضلع واصل بينهم. المثلث القائم بقى. في المثلث القائم لو لقيت الوتر بيساوي الوتر وضلع قائمة بيساوي ضلع قائمة، يبقى وتر بيساوي وتر وضلع قائمة بيساوي ضلع قائمة، يبقى متطابقين. مركزين؟ يبقى وتر بيساوي وتر وضلع قائمة. بس المثلث القائم تنطبق عليه كل الحالات، يعني ممكن الاقي مثلث قائم اهو وادي مثلث قائم اهو، والاقي كده الضلع ده يساوي ده والضلع ده يساوي ده، متطابقين. ايوه، ضلعين وزاوية ب90 وزاوية ب90 اللي هي ضلعين وزاوية محصورة اللي هي لسه قايلينها اهو، اللي هي الحالة دي. يبقى إذا دول متطابقين؟ متطابقين. ممكن ألاقي كده أدي مثلث قائم وأدي مثلث قائم، وألاقي الضلع ده بيساوي ده والزاوية دي بتساوي دي. أدي زاوية بتساوي زاوية ودي ب90 ودي ب90، كام زاوية كده؟ 2، والضلع الواصل بيساوي الضلع الواصل اللي هي الحالة دي. يبقى المثلث القائم مش وتر بس وتر بيساوي وتر وضلع قائمة وضلع قائمة، لأ، ممكن ألاقي حاجة مهمة جدا اللي هو ضلعين وزاوية محصورة أو زاويتين وضلع واصل بينهم. دي حالات التطابق. وما ننساش الفكرة اللي لسه قايلينها، لو عندي مثلثين الزاوية دي تساوي دي والزاوية دي تساوي دي، أستنتج التالتة تساوي التالتة. طيب نشوف كده، ركز يا جماعة كده. في الشكل المقابل أ ب وج د، أ ب وج د وتران م س م س عمودي وم ص برضو عمودي. بيقول لي هنا إيه؟ س واو الجزء ده بيساوي الصاد ه زي ما أخدنا من شوية. اثبت إن الوتر أ ب قد أ ج. المطلوب الأول ده سهل جدا، لسه مجاوبينه بس هنجاوبه تاني أهو. أول حاجة يا جماعة عندي هنا القطعة دي قد دي، طب ما م واو نق وم هاء نق، أشيل القطعة دي يبقى البعد قد البعد، يبقى الوترين بيساوي بعض. فهمنا بس أول حاجة؟ طيب هقولها كده، ممكن أكتبها بما أن م واو بيساوي م هاء بيساوي نق، وهسمي ده رقم واحد. وكمان بما أن س واو بيساوي ص هاء ده معطى، أقول له الطرح 2 من رقم واحد. طيب عندي هنا هيبقى يا مطرح م واو ناقص س واو وم هاء ناقص ص هاء، يبقى نق ده أشيل منه القطعة دي يتبقى م س، ونق ده أشيل منه القطعة دي يتبقى م ص. طب أنا عندي بعد عمودي بيساوي بعد عمودي، يبقى الوتر بيساوي وتر، يبقى أ ب بيساوي ج د، وده المطلوب الأول. المطلوب التاني بقى اللي عايز تركيز شوية. عندنا هنا يا جماعة أنا عندي م س عمودي، عمودي بيعمل إيه؟ ينصف. طب ما م ص عمودي بيعمل إيه؟ ينصف. وخلي بالكوا الوتر ده والوتر ده متساويان، يبقى القطعة دي تساوي دي تساوي دي تساوي دي. أهو يعني ممكن أقول له بما إن أ ب بيساوي ج د، الوتر بيساوي الوتر، إذا أ س تساوي ج ص، أ س تساوي ج ص. طيب ركزوا معايا بقى، هو عايز إيه في المطلوب التاني؟ عايز يثبت إن أ واو بيساوي الج ه. أ واو ده وتر بيساوي الج ه. طيب بص بقى، ركزوا معايا في الحتة دي أوي. أنا عندي هنا يا جماعة ده عندنا على استقامة واحدة، دي ب90 يبقى دي بكام؟ 90. عندي ده على استقامة واحدة يبقى دي بكام؟ 90. خلي بالكوا دي 90 ودي 90، والضلع ده بيساوي ده والضلع ده بيساوي ده، أنا عندي ضلعين وزاوية بيساوي ضلعين وزاوية، يبقى المثلث ده والمثلث ده مالهم متطابقين. طب هكتب كده المثلث أ س واو
ألف س واو، والمثلث ج ص ه، ج ص ه فيهما. ركزوا معايا، ايه اللي موجود فيهم؟ أول حاجة ألف س بيساوي ج ص، تاني حاجة س واو بيساوي ص ه، تالت حاجة الزاوية دي بتساوي الزاوية دي، س اسمها ألف س واو قياس ألف س واو تساوي زاوية ص ج ص ه، ج ص ه بيساوي كام؟ 90. إذا المثلث ألف س واو يطابق المثلث ج ص ه. ما دام متطابقين كل ضلع بيساوي نظيره، يعني ألف س بيساوي ج ص، ألف س بيساوي ج ص عارفينها، س واو بيساوي ص ه، س واو بيساوي ص ه عارفينها، ألف واو بيساوي ج ه، ألف واو بيساوي ج ه اللي احنا عايزينها. هقوله كده بعديها وينتج من التطابق. احنا هنكتب اللي احنا عايزينه بس. ينتج مين بقى؟ ألف واو بيساوي ج ه، ألف واو بيساوي ج ه، وده اللي احنا عايزينه. سؤال مهم جدا. فهمناه؟ طيب ناخد مثال تاني. بيقول لي هنا ايه في الشكل المقابل دائرتان م ونون دائرتان متقاطعتان في ألف وباء. تمام. بيقول لي ألف باء تقاطع، ألف باء تقاطع ميم نون اللي هو خط المركزين بيتقاطعوا في نقطة ج، يبقى النقطة دي ج. د تنتمي للمستقيم من نون، في د هنا. م س م س عمود على أ د، وم ص عمود على الدال باء، يبقى ده عمودي وده عمودي. اثبت إن الميم س قد الميم ص. طيب ركزوا معايا بس عشان نفهم. أنا عايز أثبت إن م س قد م ص، يعني البعد العمودي قد البعد العمودي، يبقى لازم أثبت الوتر أ د قد الوتر د باء، يبقى لازم أثبت وتر قد وتر. طيب ركزوا معايا نشتغل جزئية جزئية بس بالراحة. أول حاجة عندي أ باء ده اسمه وتر مشترك، خط المركزين بيعمل إيه؟ عمودي عليه، يعني زاوية 90 كده وينصفه. طيب لو ركزنا شوية أنا عندي المثلث اللي اسمه أ د ج، ده مثلث قائم أهو، ممكن نحاول نظلله. عندنا المثلث ده مثلث قائم. طيب ركزوا معايا، وعندي المثلث ده برضو مثلث قائم. عندنا المثلث دوت قائم في ج وده قائم في ج. طيب لو مركزين عندي هنا الضلع ده بيساوي الضلع ده، والضلع ده مشترك، يعني عندي الضلع ده مشترك وعندي الضلع ده بيساوي ده، يعني الضلعين دول بيساوي الضلعين دول، والزاوية اللي بينهم 90 والزاوية اللي بينهم 90. يبقى عندي مثلث قائم اهو، مثلث قائم اهو، الضلع ده بيساوي ده وده مشترك، يعني مشترك بيساوي نفسه، يبقى عندي ضلعين بيساوي ضلعين والزاوية اللي بينهم بتساوي الزاوية اللي بينهم، يبقى المثلثين دول متطابقين. ما دام المثلثين دول متطابقين يبقى استنتج ان الضلع ده هيساوي الضلع ده، وتر بيساوي وتر يبقى بعد بيساوي بعد. طب نكتب أول جملة هكتبها بما أن أ باء اسمه وتر مشترك، تمام، وميم نون ده اسمه خط المركزين، واحنا عارفين في علاقة بينهم خط المركزين عمودي وينصف، إذا ميم د سوري ميم نون عمودي على الألف باء وكمان ينصف، يعني ألف ج بيساوي ج باء، يبقى عمودي وينصف. طيب بعد كده أقول له المثلث أ د ج، ألف د ج اللي هو اللي فوق ده، والتاني باء د ج، والمثلث باء د ج. هكتب بقى فيهم أول حاجة عندي ألف ج قد ج باء، أول ضلع أهو ألف ج قد ج باء. تاني حاجة في ضلع بيساوي نفسه، ده الجيم ده ضلع مشترك، هكتب كده ده الجيم ضلع مشترك. تالت حاجة زاوية 90 اللي هي ألف ج د قياس ألف ج د بيساوي قياس د ج باء بيساوي 90 درجة. تمام، يبقى المثلث الأول يطابق الثاني. الترتيب يا جماعة مهم جدا،
احنا عندنا د ج ده ضلع مشترك، هكتبه هنا واكتبه هنا. هنا الزاويه الثالثه ا، هنا الزاويه الثالثه ب. الترتيب ده بطلع منه اللي انا عايزه. طب كده ينتج من التطابق كل ضلع بيساوي نظيره. خلاص، الضلع اللي انا عايزه عندي د ا هيساوي د ب، د ا هيساوي د ب، د ا بيساوي د ب. د ا ده اسمه وتر في الدائره م، وده الباء وتر، وتر بيساوي وتر يبقى بعد بيساوي بعد، يبقى م س بيساوي م ص. اذا م س بيساوي م ص، وده اللي احنا عايزينه. فهمنا؟ ركزوا معايا. بيقول لي هنا في الشكل المقابل دائرتان متحدتا المركز، يعني مركز الدائره الاولى هو مركز الدائره الثانيه. سؤال بيتكرر كتير في الامتحانات وسهل. يقطع الدائرة الصغرى في ج د، أ ب بيقطع في ج د، وأ ع بيقطع في س وص. طيب، ومديني هنا زاوية باء دي قد زاوية ع، دي معلومة هي اللي هتحل المسألة. اثبت إن ج د الوتر الصغير ده قد الوتر الصغير ده. في الدائرة الصغيرة عشان وتر يبقى قد وتر يبقى لازم بعد عمودي قد بعد عمودي، ما عنديش أبعاد يبقى هرسم أبعاد. يبقى أول خطوة هعملها هقول له كده العمل. طيب، يبقى هبدأ أقول له كده نرسم. هاجي كده من الميم وأنزل هنا عمود، وهاجي كده من الميم كده وانزل عمود على الوتر التاني. هنسمي ده ميم هاء وده ميم واو. يبقى نرسم ميم هاء عمودي على الألف باء، وميم واو عمودي على الألف عين. يبقى رسمت دلوقتي ده عمودي وده عمودي. تمام. لو البعد ده قد سوري، لو عندنا هنا هو عايز يثبت ايه؟ لو البعد ده قد البعد ده يبقى الوتر في الدايرة الصغيرة بيساوي الوتر. تمام. نشوف كده هنكمل ازاي. عندنا هنا الموضوع سهل. سهل ازاي؟ أول حاجة أنا عندي في الدائرة الكبرى زاويتين بيساوي بعض، يبقى الوتر أ ب في الدائرة الكبيرة قد الوتر أ ع. يبقى أنا هاشتغل كده أقول له الدائرة الكبرى بما أن قياس زاوية ب بيساوي قياس زاوية ع، يبقى إذا الوتر أ ب بيساوي الوتر أ ع. ما دام وتر قد وتر يبقى زاويتين بيساوي بعض، يبقى ده متساوي الساقين، يبقى الوتر قد الوتر، يبقى البعد العمودي قد البعد العمودي. هقول له كده إذا الميم هاء بيساوي الميم واو، ودي أول حاجة مهمة. نروح بعد كده على الدائرة الصغيرة، الدائرة الصغرى. في الدائرة الصغيرة إحنا وصلنا إن البعد ده قد البعد ده من الدائرة الكبيرة. طب ما دام بعد قد بعد يبقى في الدائرة الصغيرة وتر قد وتر. هقول له بما إن البعد ميم هاء بيساوي ميم واو، يبقى إذا الوتر في الدائرة الصغيرة ج د بيساوي الوتر س ص. شكل السؤال كان صعب لكن طلع سهل جدا. فهمنا بس الكلام دوت؟ طيب، شوف السؤال اللي بعديه. بيقول لي هنا إيه؟ ميم ونون دائرتان متطابقتان. متطابقتان دي كلمة مهمة جدا، عشان لو وتر قد وتر يبقى بعد عمودي قد بعد عمودي، لأن احنا قلنا في الدائرة الواحدة أو في الدوائر الإيه؟ المتطابقة. رسم أ ب يوازي م ن. أ ب ده يوازي م ن، فقطع م في أ وباء. قطع الدائرة عندنا هنا في أ وباء، وقطع الدائرة الثانية في ج ود. اثبت إن طول الألف ج بيساوي طول الألف ج، ألف ج ألف لحد ج بيساوي طول الباء د. طيب، ده سؤال سهل جدا بس ركزوا معايا. أول حاجة عندنا هنا هتساعدني شوية حاجات مهمين جدا. أنا عايز أثبت إن أ لحد ج، لا أنا ممكن أثبت إن الوتر أ ب قد الوتر ج د، بعد كده نبقى نضيف دي للطرفين. طب هتثبت إزاي؟ أجي كده من المركز كده وأنزل عمود على الوتر. هنسمي هنا ده م س، وأجي هنا أنزل عمود وليكن ن ص. طيب، لو مركزين كده أنا عندي ده يوازي ده، تمام، وعندي كمان دي ب90 ودي ب90 تداخل، يبقى ده يوازي ده، يبقى الشكل بتاعنا ده إيه؟ مستطيل. ما دام ده مستطيل يبقى الضلع ده بيساوي الضلع ده، يعني البعد بيساوي البعد، يبقى وتر بيساوي وتر. يبقى أول خطوة هقول له العمل
نرسم م س عمودي على أ ب ونون ص عمودي على ج د. تمام. هقول له كده بما أن عندي هنا عندنا م ن يوازي س ص وم س يوازي ن ص، بقول له إن ده يوازي ده وده يوازي ده، يبقى ده متوازي أضلاع وكمان زاوية س ب90. كنا بنقول متوازي الأضلاع اللي في زاوية 90 يبقى مستطيل، يبقى إذا م س ص ن اسمه مستطيل. ما دام مستطيل أستنتج على طول إن م س بيساوي ن ص. يبقى عيد تاني، ده يوازي ده وده يوازي ده، يبقى ده متوازي أضلاع بس في زاوية 90 يبقى مستطيل. تمام. عندنا هنا م س هيساوي ن ص من خواص المستطيل، كل ضلعان متقابلان متساويان. ما دام عندي ده بيساوي ده يبقى البعد العمودي بيساوي البعد العمودي، يبقى وتر بيساوي وتر، يبقى أ ب بيساوي ج د. أقول له كده بإضافة ب ج للطرفين. أنا مش عايز أثبت أ ب، أنا عايز أثبت أ ج بيساوي ب د. فاضل الجزء ده. طب مش دول بيساوي بعض؟ أنا هضيف هنا حتة وهضيف هنا حتة قديها، يعني هضيف هنا ب ج وهنا ب ج، يعني أقول له أ ب زائد ب ج، وهنا ج د هضيف ب ج. ما دام ضفت حتت يبقى برضه أحافظ على التساوي، حتت متساوية، يبقى أ ب زائد ب ج يبقى أ ج، وهنا ج د زائد ب ج يبقى ب د. وأثبتنا اللي إحنا عايزينه وخلصت على كده. فهمنا عملنا إيه؟ طيب ركزوا معايا كده. بيقول لي في الشكل المقابل أ ب قطر، أ ب ده قطر. تمام. أ ج وباء د، أ ج وباء د عبارة عن وتران. م س بيساوي م ص. تمام. م س عمودي على الأ ج، م س عمودي على أ ج وم ص عمودي. طيب بيديك بعد عمودي بيساوي بعد عمودي. مهمة. اثبت المثلث ه أ ب ه أ ب المثلث الكبير إن هو متساوي الساقين، ده أول مطلوب. المطلوب التاني عايز يثبت إن ه ج قد ه د. نشوف بس جزء جزء. أول حاجة عندنا هنا لو مركزين، الميم س عمودي يبقى يعمل إيه؟ ينصف. والميم صاد عمودي يبقى يعمل إيه؟ ينصف. تمام. البعد العمودي قد البعد العمودي يبقى الوتر ج أ قد الوتر د ب. يبقى ده بعد عمودي وده بعد عمودي، بعد بيساوي بعد يبقى الوتر بيساوي وتر، وكمان عمودي يبقى ينصف. ده كده يبقى إذا يا أستاذ الوتر ده بيساوي الوتر ده ونصه هيساوي نص، يعني القطعة دي هتساوي القطعة دي هتساوي القطعة دي هتساوي القطعة دي. طيب لو دخلت في المثلث القائم الصغير، الضلع ده والضلع ده بيساوي الضلع ده وده، والزاوية اللي بينهم 90 واللي بينهم 90، يبقى المثلث الصغير ده والمثلث الصغير ده مالهم متطابقين. أعيد تاني، هقول له بما أن م س اللي هو البعد العمودي بيساوي م ص، إذا الوتر أ ج بيساوي الوتر د ب. الوتر بيساوي الوتر، يبقى إذا نص الوتر أ ج هيساوي نص الوتر د ب. نص الوتر أ ج اللي هي القطعة أ س دي هتساوي بقى ص، يعني أ س هيساوي بقى ص. ده كده لو أنا رحت أطبق التطابق هقول المثلث الصغير أ س م، والمثلث الصغير التاني م ص ب فيهما أول حاجة عندنا هنا أ س بيساوي بقى ص، خلاص عرفناها. وم س بيساوي م ص هو مديها لي، م س بيساوي م ص، والزاوية اللي بينهم بتساوي الزاوية اللي بينهم بتساوي 90. زاوية س دي اللي هي أ س م بتساوي زاوية ص م ص ب بتساوي 90. يبقى المثلث الأول يطابق المثلث الثاني. قلنا يا جماعة الترتيب مهم جدا. طيب عندنا هنا أ س أ س م، يبقى هقول باء ص م. ينتج إن كل زاوية بتساوي نظيرتها، يعني هينتج دلوقتي عندي إن زاوية أ تساوي باء، زاوية أ في المثلث الأول هتساوي باء في المثلث الثاني. طب لما ألاقي عندي مثلث كده يا جماعة فيه زاويتين بيساوي بعض يبقى ده ماله متساوي الساقين. أقول له كده أهو
ينتج من التطابق. ينتج من التطابق إن قياس زاوية أ تساوي قياس زاوية ب، زاويتين بيساوي بعض، إذا المثلث متساوي الساقين، يبقى الضلع ه أ هيساوي الضلع ه ب، يعني المثلث ه أ ب كله متساوي الضلع الساقين. يبقى لو في زاويتين بيساوي بعض يبقى المثلث متساوي الساقين. فهمنا بس الكلام ده؟ طيب نشوف كده المطلوب التاني سهل جدا. عايز اثبت ان ه ج بتساوي ه د، الجزء ده بيساوي الجزء ده، سهله. انا عندي اله ا كله بيساوي اله ب، والوتر بيساوي الوتر، خلاص. يبقى الضلع ده هشيل منه الجزء ده، والضلع ده هشيل من الجزء ده، يبقى ده بيساوي ده، وخلصت. سؤال مهم جدا. يبقى اقول له كده اول معلومه، بما ان ه ا بيساوي ه ب، ده رقم واحد. ده لسه اثبتناه. وكمان ج أ بيساوي د باء، ج أ بيساوي د باء، برضو اثبتناها من شويه اهي. طب هقول له بطرح، هبدا اشيل الجزء الصغير من الكبير، يبقى بطرح 2 من 1. يبقى ه أ اشيل منه ج أ، ه أ اشيل منه ج أ، يتبقى ه ج. طب وه باء اشيل منه الوتر ده اللي هو ده الباء، يتبقى ه د، وخلصت على كده. فهمنا عملنا ايه؟ طيب ركزوا معايا كده، ركزوا معايا. ناخد مثال تاني بيقول لي هنا إذا كان م ه عمودي، م ه عمودي على أ باء، وم واو عمودي على ج د، مديني هنا ده عمودي ومديني البعد العمودي قد البعد العمودي. بيقول لي هنا عايز أجيب طول الهائمي بالراحة كده. طول الهائمي، أول حاجة البعد العمودي ده بيساوي البعد العمودي، يبقى وتر بيساوي وتر. الوتر ده مديني ب 16، يبقى الوتر ده ب 16، يبقى أقول له كده 5 س زائد 1 بيساوي 16. نودي دي بعكس الإشارة، يبقى 5 س 16 ناقص 1 يبقى 15، نقسم على 5 يبقى س بيساوي 3، جبنا س ب3. طب يبقى طول الميم هاء بقى 2 س، يبقى هقول له 2 س، يبقى 2 في 3 يبقى بتساوي كام؟ 6، يبقى 6، وخلصت على كده.